ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض الكوسه بالبشاميل بطريقه حلوه قوي وطعمها يجنن. سهله وبسيطه وحلوه قوي. في ناس بتقول عليها كوسه بالبشاميل، في ناس بتقول عليها قوارب الكوسه باللحمه المفرومه والبشاميل. ايا كان المسمى بتاعها، بس دي احلى كوسه بالبشاميل ممكن تدوقها. حلوه قوي وطعمها يجنن. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقه حلوه قوي. انا بقى كان عندي تقريبا حوالي كيلو الا ربع من الكوسه. بدات اشيل الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق، واقشر كده زي ما انتم شايفين بالجنب جزء. وهبدا بقى بالمعلقه، بسن المعلقه كده هبدا افرغ الكوسه واشيل كل القلب اللي فيها من جوه. وهعمل بقى الكوسه بتاعتي كلها بنفس الطريقه كده. عندي بقى معلقه زيت، بدات ادهن بقى الكوسه بتاعتي كده من بره ومن جوه مع رشه ملح ورشه فلفل. دخلتها الاير فراير تقريبا حوالي ربع ساعه. خدت معايا 3 ارباع تسويه. ممكن استخدم فرن البوتاجاز برضو، بيدي نفس النتيجه بالظبط. عندي بقى تقريبا حوالي نص كيلو من اللحمة. بدأت أنزل باللحمة بتاعتي من غير أي دهون خالص لحد ما تبدأ تغير لونها. وعندي بقى حوالي بصلتين متوسطين كده فرمان في الكبة ناعم. أول ما اللحمة بتاعتي بدأت تغير لون، بدأت أنزل بالبصل بتاعي. أول ما خلاص بدأت تدخل على تسوية بقى، بدأت أضيف الملح، فلفل، 7 بهارات. تقريبا من كل حاجة نص معلقة كده. قلبتها كويس مع بعض. كنت محضرة فلفل أحمر مقطعه مكعبات. بدأت أقلبه مع رش بقى بقدونس. وبكده تبقى الحشوة بتاعتي جاهزة. وهنحضر بقى البشاميل بتاعي. عندي معلقه كبيره سمنه على زيت. هبدا انزل عليها بمعلقتين كبار دقيق. البشاميل اهم حاجه لازم تبقى ايدي على طول بتقلب عشان البشاميل ما يبداش يكتل معايا. هقلبه بقى كويس لحد ما البشاميل بتاعي يبدا ياخد لون ذهبي كده، وهنزل عليه باللبن على طول. ضفت بقى كوبايتين من اللبن وفضلت بقى اقلب كده فيه على طول مع رشه ملح ورشه فلفل. محضره بقى معلقه كبيره من الجبنه المطبوخه. هبدا انزل بيها، بتدي طعم حلو قوي. لو مش متوفره مفيش مشكله، ممكن نستغنى عن الخطوه دي. وهفضل بقى اقلب فيه كده لحد ما البشاميل بتاعي ياخد القوام بتاعي المطلوب. يعني ولا يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي. القوام بتاع البشاميل بدأ يتقل معايا. عايزه اقول لكم ان الكوسه بالبشاميل من احلى الوصفات اللي ممكن تتقدم في عزومات رمضان وعلى سفره رمضان. بدأت بقى احشي قوارب الكوسه بتاعتي باللحمه المفرومه. عندي طاجن بايركس، هبدأ بقى اغطيه من تحت بالبشاميل كده. ونبدأ نرص قوارب الكوسه. مش هتاخد في الفرن كتير، تقريبا حوالي ربع ساعه وبتكون الاكله جاهزه معايا. رصيتها بقى وبدأت أضيف الجبنة الموتزاريلا. وهدخلها الفرن لحد ما تبدأ تاخد لون معايا حتى من فوق. وبكده تبقى الأكلة جاهزة. عايزة أقول لكم أكلة لذيذة قوي وبسيطة وما بتاخدش وقت، بس طعمها فعلا يجنن. مستنية طبعا إن انتوا تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم فيها، وإن شاء الله هتعجبكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير. ومتنسوش الاشتراك في القناة.